لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مذل المستكبرين وجاعل الصغار والذلة على غير المسلمين الذي نصر عبده وصدق وعده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله لا نبي بعده وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله حقا وصدقا لا نبي بعده بعث بين يدي الساعة وجعل رزقه تحت ظل رمحه وجعل الصغار والذلة على من خالف أمره محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم العظيم وعلى آله وأصحابه الكرام الميامين الذين آمنوا به وصدقوه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدوا وأولئك هم أولو الألباب أما بعد فإنما تمر به دولة مصر الإسلامية جلل وخطير وإن الأحداث التي حدثت من فئة ضالة أحداث عظيمة يجب أن يكون لها وقفة بل وقفات ذلك أن أولئك الذين ضرب الله عليهم الذلة والصغار قد استوحشوا علينا واستنصر البغاة واستأسد القطط فلا بد من وقفة نظهر فيها الحق ونبطل فيها الباطل ونقول فيها الحق لا نخشى في الله لومة لائم كما قال سيدنا سعد رضي الله عنه حين حكمه النبي صلى الله عليه وسلم في يهود وهم كانوا من أتباعه وأوليائه قال يومها آل لسعد ألا تأخذه في الله لومة لائم آن لنا أن نقول الحق الذي طالما كتب وأن ندحض الباطل الذي طالما تمدد وتمادى ونبدأ أولا فنقول إن هذه الفئة تصنع كما صنع وزير إعلام هتلر المدعو جوبلز إذ كان يقول اكذب
واكذب حتى يصدقك الناس. فهم يكذبون ويكذبون ويصرخون ويطلبون ثم يبكون وبالشكوى يصرخون. هؤلاء المدعوون من الصليبية العالية ومن الموساد الصليبي الذين يريدون أن يستأثروا على المسلمين في بلادهم لا بد من وقفة توقفهم عند حدهم. إنهم يصرخون كل يوم ويملؤون الدنيا صراخا أنهم مظلومون، ونحن نتساءل مع الدكتور محمد عباس، وسأحاول اليوم أن أنقل كلام الناس ولا أتحدث حديثا من عند نفسي حتى لا تفلت أعصابي، فإن الأمر جدل، وإنه لا يرضى بهذا الذي حدث إلا رجل ديوث لا تجري دماء في عروقه إنما تجري في عروقهما، أو رجل قد خصاه العلمانيون والصليبيون العالميون. نتساءل مع الدكتور محمد عباس، أنتم تصرخون، نحن مظلومون، نسألكم أيها النصارى يا نصارى مصر، من ظلمكم؟ الجماعات الإسلامية أم عوام المسلمين؟ أما الجماعات الإسلامية فإنها سحلت وسحقت وقتلت وشردت وعذبت وسجنت واعتقلت خلال 30 عاما الماضية. وأما العوام مساكين المسلمين فكل الناس يعلم أنه ما من قضية فيها مسلم ونصراني إلا ينصر المسلم إلا وينصر النصراني ويهزم المسلم، فهؤلاء لا يمكن أن يكونوا قد ظلموكم. أم إن الذي ظلمكم النظام البائد الذي صاحبه كان أكثر من الصليبيين تشددا، وكان ملكيا أكثر من الملك، وكان صهيونيا أكثر من الصهاينة. ذلك النظام هل ظلمكم؟ إذا كان قد ظلمكم النظام كما يقول الدكتور محمد عباس، فلماذا تمسكتم به إلى آخر لحظة؟ ولماذا رفض شموله نظير جيد اسمه نظير جيد، ذلك الذي منذ جاء في العام 70 من القرن الماضي، وما تفتر الفتن تظهر وتتوالى، كلما أوقد نارا للحرب أطفاها الله. ذلك خريج مدارس الأحد، ذلك الذي ينتمي إلى ما يسمى بالأمة القبطية، الجماعة المتطرفة التي تدعو إلى إخراج المسلمين من مصر على أساس أن النصارى هم أصحاب البلد، وتنقل ما قالوه. ذلك الذي انضم إلى منظمة الكنائس العالمية الذي كان يرفض كل البلاغات قبل الانضمام إليها لأنها ذات صلة وثيقة بالمخابرات الأمريكية. إذا كان العهد البائد هو الذي ظلمكم وأنتم تصرخون، فلماذا تمسكتم به إلى آخر لحظة؟ حيث إن ظهير جيد رفض رفضا تاما
مشاركة النصارى في المظاهرات، وطلب من الكنائس التنبيه على أتباعها بعدم الخروج. وموجود هذا في صحيفة المصري اليوم يوم 3 فبراير، عدد 3 فبراير 2011، عدد 2426.